بما ان في ناس بتتعب من الدقيق الابيض، فهنعمل حاجات الافران بدقيق الحبه الكامله. تمام كده. هنعمل مقرمشات. مقرمشات ما تعتبرش مسكره، هي مملحه شويه. اللي عملناها قبل عن كده مسكره وعملناها بالدقيق الابيض. في ناس كتبت لي ان الدقيق الابيض بيتعبها، فجبت دي الحبة الكاملة وهعملها معاكم. معايا هنا كوبايتين مية كبار، يعني 200 ملي كده الكوباية دي هحطهم. انا هعمل كمية هديكي على قد كوبايتين دي. تمام كده. كوبايتين الدقيق هحط نص كوباية مية بنفس الكوباية اللي هعاير بيها. كوبايتين الدقيق عليهم نص كوباية مية، عليهم نص معلقة سكر صغيرة ونص معلقة ملح صغيرة. الملح قد السكر. وهحط رشة ربع معلقة شمر وينسون اختياري. في حاجة هي بقى في ناس عندها حساسية من اللبن، بلاش ما تحطهوش، اعمليها بمية زي اللي انا عملتها. ممكن تستبدلي المية بلبن تمام كده. ممكن تحطي لبن بودرة على الدقيق هحط نص معلقه على انا بديك عيار كوبايتين دي الحبه الكامله، ده دي الحبه الكامله. هحط على الكوبايتين نص معلقه نشا. تمام كده. وهحط عليه نص معلقه بيكنج باودر وهقلب الدقيق ده، مش هحط حاجه تاني. هقلبه على بعضه، اخلطهم مع بعض. انا بديكي كوبايتين، مالكيش دعوه بالكميه اللي انا هعملها. الكميه اللي انا هعملها كبيره شويه. الكوبايتين هياخدوا قد ايه سمنه؟ هياخدوا نص كوبايه سمنه وربع كوبايه زيت، يعني كوبايه الا ربع سمنه على زيت. تقدري تستبدلي السمنه على زيت بسمنه بس، تقدري تستبدلي السمنه بزيت تقدري تحطي زيت التومين بس لو حطيتيها دول شويه سمسم، يعني ممكن تحطي نص معلقه، دول اختياري، تقدري تحطيه على الدقيق او لا. طيب لو حطيتي سمنه يكون احسن، كوبايه الا ربع سمنه يكون احسن على الكوبايتين دي. لو حطيتي طبعا زيت التومين مش هيبقى احسن حاجه، حطيتي زيت من اللي هو الخفيف بتاع بره هيبقى حلو، بس السمنه احلى. انا هنا حطيت سمنه على زيت بالنوع الحلو. تمام كده. انا قلت لك على الكوبايتين كوبايه الا ربع مخلطه سمنه على زيت، بس الاغلبيه سمنه. تقدري تحطي زبده على زيت. انا الميه دي دافيه عشان تدوب السمنه وادوب السكر، ورشه شمر على ينسون بحب طعمها فيها ودي اختياري. تمام كده. قلبي كل ده قبل ما تنزلي بالدقيق، قلبيه كويس اهو. السمنه الميه معايا مش سخنه قوي فما دوبتش، يعني معلقه انا حطيت سكر، وانا قلت لك السكر قد ايه الملح. دي مقرمشات مملحه من بتاعه الافران، يعني زي الباتون ساليه، زي مقرمشات مش التسالي، لا، مقرمشات الحبه الكامله دي زي البقسماط. تصحي من النوم مثلا ما عندكيش حاجه تغير ريقك مثلا، او انتي مش حابه تدي اي حاجه بالدقيق الابيض، هتفطري بيها مع كوبايه شاي، كوبايه نسكافيه، كوبايه قهوه فرنساوي. هبدا احط الدقيق واعجن بقى كل ده في قلب بعض. تمام. المقدار هنا مظبوط. طيب انت حطيتي نص كوبايه ميه او نص كوبايه لبن. انا هنا بعملها بالدقيق الحبه الكامله وبالميه عشان الناس اللي عندهم حساسيه من اللبن والدقيق بيتعبهم. تمام. ناس كتبت لي قالت لي الدقيق بنتعب منه، فده دقيق الحبه الكامله. تمام. بيبقى طعمها عايزه اقول لك خطير. طيب سبت اخر شويه زيت، يعني ما تحطيش الكوبايه الا ربع، كوبايتين دي كلهم سيبي معلقه ولفي بيهم العجين. طيب الميه حطيتي نص كوبايه بس، العجينه عايزه يعني حاسه ان هي تحت ايدك كده، عايزه معلقه ميه كمان، حط لها معلقه ميه كمان. تمام كده.
ولحد ما ايه تبقى معاكي ما بتلزقش زي كده اهي. تمام. اخر معلقه زيت لفي بيها العجينه. ليه؟ عشان هتديكي الوش الاحمر بتاعها. ودهني الصينيه زيت. تمام كده. وهقول لك دلوقتي هتعمليهم اشكال. اعملي بقى اشكال زي ما انت عايزه. انا هنا ايدي كانت ناشفه فحطيتها في الصينيه، خدت يعني عملتها بالزيت شويه. وابدأي اعمليهم حروف. اعمليها حرف اس، حرف ام، اللي يعجبك. اعملي، بلاش تعمليه اعمليها ما تلفهاش، خليها كده زي الباتون صاليه واحد. اهي انا هعملها اس زي الافران. طبعا هي ما تكلفتش حاجة، يعني مية وهي السمنة على زيت، نص كوباية سمنة، كلها نص كوباية سمنة، ومعلقتين زيت عليهم وهتعمليها من غير بيض ومن غير دقيق ابيض. دي الحبة الكاملة، عايزة اقولك طعمه بيبقى خطير من غير بيض ولا لبن ولا زبادي ولا زبدة كمان. هتعمليها هتلفيها كده اهي. طبعا كلنا بنعرف العجين بيبقى لعبة في ايدينا. هتبدأي تعمليه على شكل حروف زي ما انت عايزة. العجينة بتتشكل معاكي بمنتهى السهولة، حرف اس، حرف بي، اللي يعجبك. هنا انا سويتها وهوريكي برضو الصواني التانية سخنة جدا طالعة من الفرن اهي. بتحطيها درجة حرارة 180 الرف الوسطاني. لو الفرن بتاع حرارته مش جديدة حطيها من تحت تحمر وتستوي جامد. بتاخد حوالي تلت ساعة في الفرن عشان تديك القرمشة. بصي بقى هي قد ايه مفتحة من جوه. ما حطيناش خميره عشان نستنى. بتتعمل في 10 دقايق، مقرمشات ال10 دقايق. ولا بتستني من غير تخمير، من غير ما تستنيش انها تخمر ولا اي حاجه. مع كوبايه شاي، مع كوبايه نسكافيه، بتبقى خطيره. وقت العصاري الصبح خطيره. وعايزه اقول لك دقيق الحبه الكامله ده بيبقى طعمه من الدقيق اللي هو الفاخر، يعني الدقيق البيض، البيض الابيض. تمام كده تحفة. عايزة اقولك خطيرة والله، جربيها مش هتبطلي تعمليها. طيب بنجيبه منين؟ من الهايبرات او السوبر ماركت. عايزة دقيق الحبة الكاملة، هو بيبقى خطير. شايفة تحفة قد ايه هي مفتحة من جوه، مش مكتومة، من غير خميرة. بس البيكنج باودر بيخليها تحفة. احنا حاطين معلقة بيكنج باودر، هنحط معلقة بيكنج باودر على معلقة صغيرة على كوبايتين الدقيق. دي الصينية التانية اهي، عملتها دواير. او اعملي الحرف اللي يعجبك، اي حرف تفرحي بيه ولادك. دي مغذي، الحباية الكاملة طبعا مغذية ما فيهاش اي حاجة. وبالنسبة للناس اللي بتعمل رجيم، عايزة اقولك ناعمة، ويعني مش ناشفة، لا ناعمة ومقرمشة وخطيرة. بقدم محتوى سهل وبسيط. لو وصلتي معايا لحد هنا اتمنى تشرفيني باشتراكك، متابعتك شرف ليا. لايك ومتابعة. واتمنى الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم. شايفه بقى اعملي اشكال. انا هنا عملت زي الباتون ساليه، اعمليه على حروف باتون. هي العجينه هتتشكل معاكي منتهى السهوله. مفتح وخطير. تقدري تعملي اصغر من كده زي الباتون الساليه اللي بنلاقيه في اكياس صغيره بيشرب مع القهوه. عايزه اقول لك ناعمه وخطيره تحفه من غير خميره. جربيها من غير خميره بالمعلقه بيكنج باودر خطيره. وجربي في كوبايتين بس، انا عايزاكي تجربي في كوبايتين. حطي عليهم كوبايه الا ربع سمنه على زيت وشوفي الجمال ده كله. اتمنى الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم. سلام.